السلام عليكم ومرحبا بكم معايا، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا جينواز اللي سهله التحضير وبمقادير مضبوطين. يعني دائما كنجربها ما تنبدلهاش. عندنا نحتاجو فيها 3 البيضات، العبار غير بالمعلقه، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي ندير 2 ساشيات ديال الفاني او الحكو الحامض، قشور ديال الحامض. صافي هادشي هذا هو القياس ديالها. وغادي نديرو 5 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نطلعوها مزيان حتى كيطلع لينا داك الخليط حتى تيبيض. يعني كيتضاعف مزيان، يعني تقريبا واحد 10 دقائق. وانتم كتضربوا ما تحبسوش من التضرب. ها انتم غادي تشوفوا الشكل ديال البيض كيفاش غادي يطلع. من بعد غادي نزيدو 5 المعالق ديال الطحين. ساهله هاد الجينواز هادي. ها انتم شوفوا الطريقه، انا نشرح لكم الطريقه بالضبط. ها انتم كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي نزيد معلقه بمعلقه، 5 المعالق كبارين، وكنطربو هنايا غير بشويه. انا هنا راه كنسرع الفيديو، هنا غير بشويه. هانتوما كيف كتشوفوا حتى كندخلو داك الطحين كامل. صافي هذه هي الطريقه ديال الجينواز اللي ساهله وناجحه. هنا في هذه الوقيته هذه انا كنشعل الفران يسخن، يعني ضروري ما ديروه في الفران اللي يكون سخون باش ما يهبطش لكم، باش ما تهبطش لكم. صافي بهذه الطريقه هذه هانتوما كنزيدو معلقه بمعلقه وكنحركو من الفوق لتحت حتى كنساليو الطحين كامل اللي عندنا. بالنسبه للطاوه ضروري ما تفرشوا ليها ورق ديال المطبخ، وغادي نقادها مزيان على الطاوه. هنا الطاوه راه ماشي كبيره بزاف، يعني قياس موين، تقريبا شي 30 فيها 30 سنتيم. صافي بحال هكا. المهم هنا كنقادها مزيان وغادي نديروه في الفران كيف ما قلت لكم يكون سخون، يعني ما كتاخدش الوقت بزاف وكتوجد ناجحه 100% هاد الجينواز هادي. هذا هو الشكل ديالها. هانتوما كيف كتشوفوا راه كتجي مهويه، وتبعوا الطريقه اللي قلت لكم، يعني ما يمكنش ما غاديش تنجح لكم. نتمنى انكم ديروا لي جيم وتفرجوا في الفيديو. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.